السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. فيديو النهاردة مهم جدا لكل واحدة مقبلة على شراء غسالة للأطباق. هقولك على كام نقطة كده، ولو انتي لسه حتى مشتريها جديد لعل وعسى بننبه بعضينا. أنا برضو في بداية ما كانت لسه جديدة عندي كان في حاجات كتير جدا بتقف قدامي. كنت بفتح اليوتيوب ادور على ريفيو، ادور على فيديو طريقة استخدامها، لغاية ما الحمد لله بقيت اعرف اعمل كل حاجة فيها. دي الغسالة كده من جوه، فيها دورين، والاجزاء دي بتتشال يعني بتترفع كده وبتتحط، ودي بنرص عليها الاطباق، ودي برضو بتتشال وتتحط. بس هي معصلجة معايا شوية كده، فالمهم بحط عليها المعالق. طبعا في زي جزء كده خاص بالمعالق بيتحط، بس انا موفراه وشايلاه يعني عشان اخد مكان للاطباق، لان انا عندي الصراحة ما بغسلش يعني كل يوم بيها، لا ممكن اجمع الاطباق مثلا يومين، لان انا عدد الاسرة عندي مش كبير واغسل. واصبح طبعا غسالة الاطباق حاجة مهمة جدا في كل بيت، طبعا نظرا لصحتنا اللي في النازل. فلو انت زوج كده بار باهل بيتك، ضروري ان انت تساعد زوجتك وتجيبها لها، لان فعلا هي زي كأن ايد بتساعد الام يعني، وخاصة في ضغوط الحياة والوقت الضيق والمشاغل وكده. فعلا هي بتوفر كتير في جهد وصحة ووقت وكل حاجة. طبعا استخدامها سهل وبسيط جدا، وده هوريه لكم معانا في فيديو النهاردة. وهنبقى نعمل فيديو تاني ان شاء الله ريفيو عن مواصفاتها، عيوبها، مميزاتها، البرامج اللي فيها. بس تابعوني، وان شاء الله هنزل الريفيو ده قريب جدا، علشان انا ملاحظة ان في اقبال جامد على فيديوهات الريفيوهات. فهنحاول اقول لكم الريفيوهات بمنتهى الامانة وبما يرضي الله، علشان كل عروسة مثلا مقبلة على الجواز محتارة في نوع جهاز معين، انا بنقلك تجربتي من خلال تجارب عملية، يعني حاجات انا فعلا استخدمتها، مش بقولك على جهاز مثلا في محل او كده، لا انا بعمل ريفيو بعد ما اكون استخدمت الحاجة وكل حاجة عرفت عيوبها ومميزاتها. هنا بنرص الكوبايات على الجنبين زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا لو في طفل شاي او اي حاجة زي كده طبعا اوريدي هتنضفيها، لان ما ينفعش طبعا تحطي الحاجة بأي رواسب، علشان كل ده بيتجمع في الفلتر بتاع الغسالة تحت. وهوريكم برضو في الريفيو ازاي ننضف الفلتر وازاي نزود الملح، لان طبعا الغسالة ليها حاجات كتير ولازم تكوني حريصة عليها، علشان لو ناقصها ملح او ناقصها ملمع ما بتطلعش المواعين بتلمع. طبعا ده كان مواعين الفطار بس، كنا عاملين شاي بعد الفطار فحطيت مواعين الفطار، وهوريكم برضو بعد ما حطيت مواعين بقى الغدا وخلاص هشغلها. الجزء اللي هو السنون القريبة من بعض، دي بنحط فيها الأطباق المسطحة، الأطباق المسطحة زي كده الأولانية. لكن الأطباق الغويطة بتبقى في السنون اللي هي المتباعدة شوية عن بعض، علشان إيه كل طبق يبقى واخد مكانه ويتغسل كويس. طبعا يفضل ده طبق مسطح بيتحط في الايه في السنون اللي هي قريبة، اهو بوريهولكم بيتحط في الجزء ده. بحاول اوضح لكم كل حاجة. وهنا بحط الاطباق الصغيرة، لان فوق طبعا الرف قصير مش طويل زي الرف اللي تحت. فالمعالق هنا برصها، وزي ما قلت لكم كده في بداية الفيديو في جزء خاص بالمعالق ده انا مش حطاه عشان استغل المكان بتاعه. وفي ناس كتير زيي، يعني في ناس كمان اصحابي جايبين الكوبايات اللي هي البلاستيك وخرمينها من تحت وحاطين فيها المعالق، علشان الجزء بتاع المعالق كبير وبياخد حيز كبير جدا. هنا انا خلاص عملت حطيت المواعين بتاعه الفطار، وحبيت اوريكم انا بستخدم ايه. انا بستخدم اقراص فانيش. الكيس ده بيتراوح سعره من ما بين 270 و 280 جنيه، بيبقى فيه 30 قرص. حلو جدا، انت مجرد ما انت استخدمتي القرص ده انت وفرتي على نفسك ان انت بتحطي ملمع او ملح، يا اما صابون سائل. في مش صابون سائل طبعا بتاع مواعيننا، لا في صابون مخصص للغسالات دي. فالاقراص بتغني عن كل ده. في بس لمبة بتنور بتبقى لمبة الملمع، بتجيبي ازازة الملمع تقريبا ب65 او ب70 جنيه، وبتضيفيها في الجزء اللي جنب اللي حطينا فيه الاقراص،
طبعا كل ده هقوله لكم في الريفيو ان شاء الله. انتظروا فيديو الريفيو عن قريب، هقول لكم على تفاصيل كل حاجة تخص الغسالة، مميزاتها، عيوبها، البرامج، ازاي ننظف الفلتر، ازاي نشغل، ازاي نحط الملمع، كل حاجة ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو بتاع الريفيو هشرحها لكم بمنتهى السلاسة. وهنا بوريكم انا بشغلها ازاي. بدوس على زرار التشغيل الاول، بعد كده بدوس على حرف البي اللي هو البروجرامات، وبعد كده بجيب بروجرام 4، وبعد كده بدوس ستيم جلاس يعني اللي هو تلميع. والبروجرام ده بيقعد ما بين ساعة ونص لساعتين الا ربع، وده البرنامج اللي هو كل الناس بتستخدمه على طول باستمرار. درجة الحرارة بتاعته ما بتسحبش يعني كتير، ما بتسحبش كهرباء كتير. طبعا الغسالة عيبها الوحيد انها بتاخد كهرباء كتير جدا جدا جدا، وهو ده عيب من عيوبها. طبعا يعني هقول لكم كل عيوبها في الفيديو بتاع الريفيو، بس انتظروني. طبعا لو انتي اول مرة تشوفي القناة اوريدي طبعا عارفة هتعملي ايه، تعملي سبسكرايب علشان يوصلك كل اشعار بكل فيديو انزله. في ريفيوهات جاية كتير وعن اجهزة تانية كتير ان شاء الله. احاول اساعدكم واحاول افيدكم باللي اقدر عليه. آه زي ما ذكرنا الاقراص بتغني عن استخدام حاجات كتير جدا. الملمع بس هو اللي اساسي مع كل حاجة، سواء هتستخدمي اقراص، سواء هتستخدمي صابون اللي هو السائل او اي حاجة. هنا رصينا كل المواعين، بتحط طبعا في الغسالة التيفال عادي، دي طاسات التحمير بتطلع نظيفة جدا طبعا لان الغسالة بيبقى فيها مية سخنة. ورصيت اطباق الغدا، ورصيت كل بقى المواعين بتاعت اليوم كله، وهبتدي ايه اشغلها اهي. بصوا الرصة بتفرق في ان انتي لو انتي رصة صح اللي بتاخد معاكي مواعين كبير كتير. طبعا انا مبحاولش ان انا ازنق الاطباق في بعض، عشان ده سبب من اسباب ان الغسيل قصدي الاطباق بتطلع لي مغسولة حلو جدا. بصوا هنا بفتح اهو القرص خلاص محطوط. هنبتدي بقى نشغل. يعني انا كنت بوريكم من شوية التشغيل، بس كنت لسه زي ما بقولكم مش هشغلها وهي فاضية كده، لازم تكون مليانة. بس هعمل بقى البرنامج زي ما قلت لكم وهوريكم دلوقتي. طفيت بس الكشاف بتاع التليفون لانه ما كان مضيع الاضاءة. ونفس الخطوات اهو برنامج 4، وهدوس ستيم جلاس، وهدوس بقى زرار التشغيل. بس كده. انتظرونا بقى في فيديو الريفيو. يا رب لو كان الفيديو عجبكم تحطوا لايك للفيديو، تدعموني بكومنت، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.